السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ومعاكم أحمد عبد الغني، والنهارده إن شاء الله بإذن الله سؤال جديد من أسئلة تعلم إدارة مع الحاج سردينة. سؤالنا النهارده يا ترى إيه أهم المقومات للنجاح؟ أهم حاجة لازم تكون موجودة عندك عشان تقدر تنجح وتتحدى أي حاجة وتعدي أي أصعاب. النهارده الحاج إبراهيم سردينة هيقول لنا نصيحة ويجاوب لنا على السؤال دوت في سياق درامي ونصيحة مهمة جدا. يلا بينا نسمع الحاج إبراهيم سردينة بيقول لنا إيه وبينصحنا بإيه. يلا بينا يلا بينا. انت لسه شاب بصحتك وعافيتك، اوعى تبص مهما حصل. بص قدامك وكل ما تقابلك حاجه لازم تحسب حسبتك قبل ما تخطي خطوه. جايز تاخد لك قطه وقع، مش مهم، المهم انك ما تستسلمش. لا، لازم زي ما شفنا بالظبط كده الإجابة كانت عبارة عن إن الواحد لازم يصبر. الواحد لازم يصبر ولازم إن هو مش مجرد من أول وقعة بيوقعها إن هو خلاص يقول أنا مش لاعب، أنا خلاص أنا كده جربت حظي وأنا مش هنفع في الحاجة دي. لا طبعا، أنت كل ما بتقع لازم تقوم تاني، لأن كل وقعة بتقعها هي بتعلمك جديد وبتضيف لك خبرات جديدة وبتفهمك حاجات وبتنور لك وبتخليك تشوف حاجات انت مش واخد بالك منها. مهم جدا انك انت تكون عندك صبر كبير جدا، وانك انت بتقاوم اي احباط او يأس يجيلك نتيجة فشل بتقابله. الفشل دوت بتبقى بداية النجاح. الفشل ده بيعلمك كتير جدا. لولا الفشل ده انت عمرك في يوم من الايام هتوصل لنجاح كبير جدا، لان كل ما تفشل في حاجة او كل ما بتقع في حاجة كل ما بتيجي تقوم بتبقى أقوى من الوقعة اللي أنت وقعتها. ومهما وقعت أنت لسه بتتعلم، ومهما وقعت أنت لسه بتكسب خبرات ولسه بتكتسب خبرات كبيرة جدا هتساعدك في يوم من الأيام توصل للي أنت عايزه. ولكن يكون عندك الإصرار والعزيمة إنك أنت تكمل، تكون باصص قدامك ما تبصش وراك وتقول أنا وقعت قبل كده وحصل لي وحصل لي وحصل لي. لأ، كمل قدامك، شوف أنت عايز توصل لإيه وهتوصل له. بالصبر والاجتهاد والتعب هتوصل. ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب حد مهما كان، وكل وقعة بتقعها هي مكسب ليك مش خسارة، اللي بتعلمك اللي انت ممكن ما تتعلموش في حياتك. ودي كانت اجابتنا النهارده، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من حلقات تعلم إدارة مع الحاج سردينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.